عشان تتعرف على مديرك في الشغل او زمايلك شخصياتهم عاملة ازاي، انت لازم دايما تبقى في الكوميونيكيشن بتاعتك شخص بيسمع كويس، عندك active listening، اللي هو السمع المحلل، يعني اللي بتفكر في كل كلمة بتتقال وكل حركة علشان تعرف شخصيات اللي قدامك، وبعدين وانت بتتعامل معاهم بعد كده تبدأ تقنعهم وتبدأ تفهمهم وتعرف دخلاتهم عاملة ازاي وهكذا. كل انسان ليه نوع من انواع الشخصية، ليه زي كده ستايل في الشخصية بتاعته، بس في 4 ستايلز هم دول اهم انواع من الستايلز. في ناس طبعا بتبقى ميكس بين نوع ونوع، ولكن علشان تبقى انت عارف تصنف الناس ازاي لازم تبقى فاهم الشخصيات دي بشكل كويس. اكلمك على الستايل الاولاني، وهو ستايل الشخص الدرايفر في الكوميونيكيشن، او المتحكم او الموجه. الشخص ده هو اللي بيبقى حابب ان الكوميونيكيشن اللي بينك وبينه تكون ماشيه بطريقته هو. بعض المديرين بيكونوا هم شخصيه المتحكم او المحرك ده. الشخص ده بيكون من مميزاته دايما ان هو بيركز في النتائج، بيحب الكلام يبدا من الاخر للاول، يحب ان انت تقول له الكونكلوجن بعدين تخش في التفاصيل، يحب تقول له الاهداف بعدين تقول له الخطوات، لو هو حابب يسمعها ممكن في الاخر هو يسالك سؤال يقفل بعد كده النقاش، مش مشكله. فالشخص ده دايما بيسال عن النتائج، دايما بيسال عن الاهداف. وهو برضو من عيوبه ان هو شخص بينسى شويه، وتلاقيه ما بيركزش في الكواليتي قوي او في التفاصيل، تلاقيه دايما بيركز اكتر على الاهداف. عشان كده دايما سؤاله بيكون ماذا، وات، دايما يسال عن وات، هنعمل ايه. لو عندك واحد صاحبك درايفر هتلاقيه مثلا وانتوا خارجين يقول لك واحنا هنروح نعمل ايه، لان هو دايما عايز هدف من الخروجه، مش مجرد ان احنا نروح ونتقابل وخلاص. فالشخص ده دايما علشان تقنعه ابدأ معاه من الاخر للاول، وامشي معاه في سكته وشوف هتروح بيك على فين. ولكن انت في الاخر فاهم ان الشخص ده عشان تقنعه لازم تفكر في الاهداف، ولازم تبقى مستمع جيد جدا عشان توصل للسؤال اللي هو عايز يسأله، فتجاوبه الإجابة المختصرة المفيدة اللي تخش دماغه على طول. الستايل التاني بقى والشخصية التانية هو الشخص الاناليتيكال او الشخص المحلل. الشخص ده دماغه ماشية بخطوات كده، فيوم لما تبدأ تعرض عليه بروجكت لازم تعرضه بخطوات، بسيكونس، بترتيب. دماغه مش هتفهم لو جبت له من الاخر، دماغه هتفهم لو جبت له من الاول. عشان هو شديد الدقة فتلاقيه دايما بيسأل عن ازاي، طب هي دي هتتعمل ازاي، هنروح ازاي المشوار، هنركب ايه، وهكذا. فهو بيسأل عن كيفية، بيسأل عن خطوات، بيسأل عن اجراءات. الشخص ده يمكن بياخد وقت شوية في ان هو ياخد قراره، مش زي الاولاني اسرع شوية في القرارات، ولكن هو شخص بيميل للتفاصيل. وممكن ما يقتنعش من اول مرة، ممكن يقتنع اكتر من مرة تقعد تتكلم معاه وتتناقش معاه، فده طريقته في الاقناع. فانت لو عرفت شخص من النوع ده دايما اتجه ليه للتفاصيل، وان هو يبقى انجيجد معاك في كل تفصيله وكل خطوه، يبقى هو معاك وفاهمها، ويبقى دايما بيميل ناحيه ان هو عايز يوزع المسؤوليات على اكتر من ناس، يعني اكتر من حد. يعني يبقى دايما شايف ان التيم عدد كبير وكل واحد بياخد حته. هو بيحب يشوف الدنيا متوزعه متقسمه، ماشيه في اجراءات دقيقه اكتر بكتير من ان هو يفكر في النتائج. النوع التاني بقى اللي هو الشخص الجماعي او الشخص العاطفي. الشخص ده دايما بيميل ان هو عايز حد يرضي عواطفه، وبيفكر في الناس بشكل كبير. فلما تدخل عليه بمشروع مثلا هيقعد يسألك طب مين هيبقى معانا، في رأيك مين هيهتم بالموضوع ده. مش هيبقى بيفكر في الاتشيفمنت والارقام على قد ما هيكون بيفكر في الناس هتفكر ازاي، ايه الانطباعات اللي الناس هتاخدها. هو شخص مرن جدا، بس مرونته رايحة ناحية البشر. ده لو واحد صاحبك مثلا هتلاقيه دايما بيسأل مين خارج معانا، مش مهم نروح فين، مش مهم هنقعد فين، مش مهم هناكل ايه، بس المهم مين هيبقى معانا. فالشخص ده دايما علشان تقنعه لازم تجد ارض مشتركه بينك وبينه، لازم تساله كده وتقعد تديله كلمتين حلوين وتشاركه عاطفيا. اول لما يرتاح لك عاطفيا وشعوريا ابدا اديله اللي انت عايزه، فهيبدا يقتنع معاك واحده واحده. النوع الرابع ده بيتسمى الكرييتيف او الاكسبريسيف او الشخص المبتكر باللغه العربيه يعني. وده شخص بيميل للأفكار والحاجات المترقعة وإزاي نبقى مبهرين وإزاي نبقى جامدين وتلاقيه دايما ما بيسمعش التفاصيل برضو زي الأولاني، ولكن مش بيوجهك في كلامك، لا هو دايما عايز يتكلم عن نفسه ويتكلم عن أفكاره.
ممكن يبقى هو مقتنع بفكرتك، بس لازم يديلك كده ايه الشطفه بتاعت ان هو يسمعك افكاره ويديهم لك زي ما بيجوا في باله كده وايه، ولازم انت مضطر تسمعه للاخر. النوع ده عشان تكسبه لازم تسمعه، ولازم تشاركه الاهتمام بافكاره الغير واقعيه، لازم تحسسه بالامان رغم ان هو ممكن يبقى شخص مغرور او شخص عنده شويه كبر او معجب بنفسه وبافكاره، لان هو فعلا بيكون كرييتيف. بس انت لازم تحسسه بانك معاه في السكه دي علشان تقدر تقنعه بافكارك، ويبقى ده المدخل بتاعك لدماغه علشان تثبت الفكره بتاعتك. الشخص ده دايما يسال ليه، واي، بيبقى دايما عايز يعرف السبب ما وراء الحاجه، لان هو دايما عنده انطباع انه عنده حاجه احسن من اللي انت بتقولها، فدايما يبقى عايز يعرف سببك عشان يبين لك ان هو كمان عنده اسباب. الشخصيات المتنوعه دي بتفيدك دايما في انك انت لما تتعرف على الناس وتعرف اشكالهم وتعرف مواصفاتهم، تبقى عارف دخلة كل واحد عاملة ازاي، وتبقى عارف لو شخص عنده اكتر من شخصية ازاي تبدأ تمشي معاه في سكته حسب الحوار ما هو بياخدك. زي ما اتكلمنا قبل كده، دونت اسيوم، لا تفترض ان في شخصيه معينه لابسه اللي قدامك او في ستايل معين في اللي قدامك. انت لازم تبقى جاهز لاي ستايل، وتبقى عامل زي ميسي كده ايه، عنده توقع ولكن لا يفترض، ما عندوش حته معينه هو متخيلها هي دي اللي هتحصل، بس عنده توقع لكل الاحتمالات الممكنه.